معظم الناس مش مدركين قد ايه احنا كبني ادمين دماغنا بتشتغل ضدنا في حاجات كتير، ودي حاجه تقلق. واللي يقلق اكتر هو قد ايه دي حاجه بتتكرر كل يوم وكل شويه وانت مش واخد بالك. من الاخر اللي انا هتكلم عنه النهارده تقدر تسميه حواجز عقليه، والحواجز دي بتمنعنا من متابعه اهدافنا بانضباط، زي مثلا اننا نستمر في التمرين لفتره طويله كافيه اننا نكون عندنا لياقه بدنيه عاليه، او اننا نقرا كتب اكتر، او نشتغل على مشروع او فكره ونكملها للاخر. فلو عايز تعرف وتفهم ايه الحواجز العقليه دي بالظبط علشان تقدر تفهمها وتمنعها من انها تخرب حياتك وتكمل اهدافك للاخر، كمل الفيديو للاخر. الحواجز العقليه في العلوم السلوكيه بيشار ليها بالتحيزات المعرفيه. ايه بقى التحيزات المعرفيه دي؟ بص، احنا دماغنا بتبقى غرقانه على الاخر بالمعلومات والمحفزات طول الوقت تقريبا، ودماغنا بتستخدم المعلومات والمحفزات دي كلها وتعمل لها معالجه بيانات علشان تساعدنا اننا نعيش وناخد قراراتنا اليوميه اول باول. والمعالجه دي للاسف بيكون فيها ديفو بسيط كده، وهو ان العقل البشري ساعات بيميل لتبسيط المعلومات الوارده ليه، وده بيؤدي لاخطاء منهجيه بتحصل في التفكير. والتبسيط ده نقدر نقول عليه نوع من انواع الشورت كاتس اللي دماغنا بتعمله، ساعات بيأثر على قدرتنا في اتخاذ القرارات واصدار الاحكام. فانا جمعت لكم النهارده 4 تحيزات معرفيه لازم تكونوا فاهمينها وفاهمين ازاي تقدروا تتغلبوا عليها علشان حياتكم واتخاذ القرارات اليوميه بتاعكم يكون بجد اسهل. رقم 1، التحيز التأكيدي، وده من اسمه كده عباره عن تأكيد لمعتقد ما او تفكير ما موجود جوانا مسبقا وبنأكده لنفسنا بينا وبين نفسنا. وده ممكن يأثر علينا بالسلب في حالات كتير، وعلشان نفهمه اكتر خلينا نفترض ان انت بتحاول تبدأ سايد هاسل جنب شغلك. مثلا هتعمل لوكال براند وتبيع هوديز اونلاين. انت ممكن يكون عندك اعتقاد، مجرد اعتقاد كده، انك ما عندكش وقت ولا حيل تبدأ في حاجة زي دي، وبسهولة من غير ما تفكر كويس في الموضوع وتحاول توصل لحل، الدماغ هتتمسك بالسردية دي وهتدور بدون وعي عن أدلة تدعم الرواية اللي انت قلتها لنفسك. لا انا ما عنديش وقت، فببساطة تلاقي نفسك بجد عمرك ما بتبدأ في اي حاجة، وهتلاقي نفسك بتركز اكتر قد ايه انت ما عندكش وقت ولا طاقة من عبء وستريس الشغل الاساسي بتاعك، واللي هو بيستنزف طاقتك، بحيث ان انت تروح البيت تلاقي نفسك بجد ما عندكش طاقة تعمل اي حاجة. وفعلا التحيز التأكيدي هيخليك تتجاهل الأدلة اللي ممكن تثبت لك إن أنت عندك وقت وتقدر تعمل حاجات معينة، أو تقسم الشغل على أيام مثلا وأنت بتشتغل، أو تشتغل مثلا على الفكرة اللي نفسك فيها ساعتين في اليوم بدل الساعتين اللي بتقعد تقلب فيهم على اليوتيوب كل يوم بالليل. طيب دلوقتي ازاي نتغلب على التحيز التأكيدي؟ الخطوة الأولى هي تحديد السردية أو القصة اللي بتحكيها لنفسك، زي إنك ما عندكش وقت مثلا تروح الجيم تتمرن 2 أو 3 في الأسبوع. هنا انت مبدئيا بجد محتاج تكون صادق مع نفسك وتلاحظ ازاي بتبرر السلوكيات اللي مش بتخدم أهدافك دي. وبعد كده انت هتحتاج تغير السلوكيات دي بإنك تعمل فريم وورك أو خطة تلتزم بيها، بحيث تعمل أقل حاجة ممكنة من العمل اليومي أو الأسبوعي للهدف بتاعك. وده ببساطة هيثبت الخطأ الموجود في الرواية أو المبررات اللي جوه دماغك. دايما دور على المبررات اللي بتخليك ما تعملش حاجة معينة، وجرب بس تتحداها، وهتلاقي نفسك بتعمل حاجات كتير جدا مبهرة ليك انت شخصيا على الأقل. ودلوقتي هنتكلم عن التحيز رقم 2، وهو تحيز التأثر. وده بيحصل لما العواطف بتاعتنا بتكون بتأثر على قراراتنا بدرجة كبيرة جدا. ودايما الناس اللي عندها تحيز التأثر ما بياخدوش بالهم قد ايه التأثر بالآراء والأفكار بتاعت الناس اللي حواليهم بيلعب دور كبير في انهم يفضلوا محلك سر ثابتين في مكانهم. وده للأسف دايما بيظهر في الحاجات المهمة جدا، زي لما تكون على وشك انك توقف حاجة او تبدأ حاجة مهمة بالنسبة ليك. على سبيل المثال خلينا نقول ان انت عايز تعمل قناة يوتيوب، بس كل ما يزيد احساسك بانك عايز تعمل كده، كل ما تقرأ عن الموضوع وتبدأ تغير رأيك وترجع في كلامك. وده لانك عمال تسمع من كل مستخدمي يوتيوب التانيين اللي بيقولوا ان الموضوع تطلب منهم مجهود كبير قوي ووقت كبير قوي برضه علشان يتعلموا ازاي يوصلوا وينجحوا. وفعلا انا عايز اقولك هم معاهم حق، علشان تعمل فيديو كويس وناجح دي حاجة صعبة فعلا، وبتحتاج تتعلم سكيلز كتير قوي زي الايديتنج وتظبيط الكاميرا والاضاءة والصوت، وكل ده يبدو من بره كده متعب او ما يستاهلش كل وجع الدماغ ده، فبتبدأ تتراجع عن القرار وما بتبدأش تعمل اي حاجة. بس لما يحصل كده لازم بوعي تبدأ تستكشف العاطفة ورا انك رجعت في كلامك. هل ده بسبب انك خايف تفشل، ولا منحنى الحاجات اللي محتاج تتعلمها شديد الانحدار لدرجة انك بتحاول تتجنب مشاعر الاحباط اذا اهدافك واحلامك وطموحاتك كانوا عاليين قوي؟ بس في نفس الوقت انا عايزك تفهم ان لو الموضوع بجد سهل كان كل الناس هتعرف تحقق كل اهدافهم، والخدعة هنا انك تفهم ان المشاعر بصفة عامة شيء مؤقت جدا. فتقبل احساسك بالانزعاج وافهم انه جزء من الرحلة، وان اي مشاعر احباط هتكون عابرة. فانت لازم تثابر وتفهم ان اغلب الناس كده مش بتشعر بالرضا عن نفسهم بسهولة، فما بالك بالاحساس بتاع اي واحد وهو بيبدأ شيء جديد. منطقي جدا يكون مش فاهم حاجات كتير فيه، او يعمل غلطات كتير، او يطلع الحاجة بجودة مش قد كده مثلا زي الفيديو ده.
فانا جاي اقول لك النهارده ان كل ده طبيعي، مش ممتع اكيد بس طبيعي، وهيعدي الاحساس ده بمجرد وصولك لمستوى معين من الاتقان. ومع الوقت اللي كان بياخد منك اسبوع ممكن ياخد منك يوم او اقل، فهتحس انك بجد ناجح وانتاجيتك اعلى، وده هيغير من احساسك ومشاعرك تجاه الحاجه اللي انت بدأت فيها اوريدي. تالت حاجة معانا واكتر حاجة انا متحمس اتكلم عنها هي متلازمة تيارا. متلازمة تيارا دي هي لما انت تتوقع انك لو اشتغلت جامد قوي وجيت على نفسك قوي قوي، هيجي يوم تتكافئ فيه على مجهوداتك دي كلها من غير ما تحتاج تتكلم او تفتح بقك. المدير فجأة هيشوفك ويحط لك تاج على راسك وانت ساكت، والناس كلها هتلاحظ قد ايه انت بتتعب وقد ايه انت مميز. ولكن انت محتاج تفتكر ان الاشخاص اللي انت بتعتمد عليهم يدوك المكافأة دول على الارجح هم كمان مشغولين بالتركيز على نفسهم، وانك في الاغلب محدش مركز معاك. عشان كده مشكلة ان شغلك يتشاف ومجهودك يتلاحظ دي مشكلتك انت، وانت اللي لازم تتصرف فيها وفي الايمج بتاعتك، وتحاول تخلي توضيح مجهودك في الشغل جزء من الشغل نفسه. ناس كتير ما بترتاحش للفكرة دي ولا لفكرة ان هم يعملوا كده، وانا منهم، ولكن دي الحقيقة اللي انت محتاج تسمعها. ودلوقتي هنتكلم عن التحيز رقم 4 والأخير، وهو تحيز تسليط الضوء. تأثير تسليط الضوء أو السبوت لايت افكت ده عبارة عن الميل للاعتقاد بأن الكل شايفنا وبيراقبنا، وعلشان كده لو عملنا حاجة محرجة بنحس ان حرفيا كأن العالم كله شافنا لايف، مع ان ده مش حقيقي. صدقني محدش شاغل باله بيك وانت مش مهم للدرجة. فما تخليش تأثير الضوء ده يمنعك من متابعة هدفك علشان انت خايف من الإحراج مثلا اللي ممكن يحصل لك قدام الناس لو فشلت او عملت حاجة غبية او حاجة غلط، لانك فاكر او متخيل ان الضوء بجد متسلط عليك والناس بيراقبوك وبيحكموا عليك، وده بدرجة كبيرة مش حقيقي. يعني مش عارف اجيبها لك ازاي، بس بأجمل طريقة ممكنة وبكل إيجابية: أنا آسف، أنت مش مهم للدرجة. ودي مش حاجة وحشة، دي حاجة كويسة، ودي حاجة ممكن تحررك. اللي أقصده بيها إن أنت حر، أنت حر إن أنت تجرب وتحاول وتفشل وتخسر وتتحرج لحد ما تلاقي نفسك بقيت في مستوى عادي وتبدأ تنجح.